كرئيس للجمهورية للعهدة الثانية. إذن هذه المناسبتين باش تأتي الحركة التي أجراها يوم 5 نوفمبر في خضم إذن هذه الاحتفالات هذه ونفحات نوفمبر، وتأتي غدا إذن إعادة تجديد الثقة فيه، لها أكثر من رمزية، وممكن وكأنها ترجعنا أكثر، تعطينا أكثر مسؤولية لدى بلدنا بكل الخيارات. وكذلك بالنسبة لإعادة انتخاب السيد رئيس الجمهورية، وكأنه عندما أحدث إذن هذه الحركة كأنه يريد أن يقول أنا أريد إذن مسؤولين اللي يمشيوا معايا حتى أواصل العمل الذي معا قمنا به في مأموريته الأولى. يريد أن يشركنا جميعا على في جميع المستويات كلنا، أن يشركنا إذن في مضي كل من لتحقيق برنامجه وحقق منه الكثير. إنما يبقى الكثير باعتبار أن المواطن ما زال ينتظر. كل ما ربما ننحو له، كل ما نوظف له، كل ما نستفيد منه يبقى دون المستوى المطلوب، دون طموحاته ودون ما يريد السيد رئيس الجمهورية أن يحققه لصالحه. نعم تنصيب بارك الله فيك. هذا ما سيلزمه أكثر فأكثر. إذن عن تنصيب السيد جهيد موس كوالي لولاية الجرفة على بركة الله لبشر العمل تاعو. إذن على هذا الأساس تم تعيين من ضمن هذه الحركة، وفي الحركة بركة، تعيين السيد جهيد موس الذي كان في ولاية مجاورة لا تقل أهمية على ولاية الجلفة، والتي إذا عرف كما هو الحال بالنسبة لعمار علي بن سعد هنا بالجلفة، عرف كيف إذا يسيرها رغم عدد كبير لبلدياتها 64 والعدد كبير للدوائر كما أن بالنسبة للجلفة رغم أحيانا بعد المسافات بالنسبة لبعض المراكز العمرانية.